السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وبخير. النهاردة زي ما انتوا شايفين هعمل معاكم البوتي فور من غير لا مكنة ولا حتى كيس حلواني، وهنعمله بطريقة سهلة جدا جدا. وكمان جبتلك سر من اسرار المحلات بتاعت الحلوانية، ازاي تعملي الشوكولاتة وما تسيحش منك خالص. كلنا بنقابل المشكلة ديت لما نيجي نزين البيتي فور، بالذات في الصيف الشوكولاتة بتسيح. هعملها بطريقة سهلة جدا وهقول لكم على السر. تابعي معايا الفيديو. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعل دايما ايامنا كلها اعياد، ويجعل بيوتكم دايما عمرانة بالخير. ويلا نبدأ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل لكم البيتي فور بطريقة بقى المحلات ان شاء الله، وهيكون ناعم وحلو جدا وبطريقة سهلة ومقاديره بسيطة جدا، ومن غير بقى لا مكنة ولا من غير مضرب ولا اي حاجة خالص. هنعمله على ايدينا بدون تعقيد خالص. كل اللي هحتاجه المقادير: كيلو دقيق، لو عايزين بالكوباية حوالي 8 كوبايات من الدقيق، عليهم 4 كوبايات من السمنة، وعليهم كوبايتين سكر بودر، واربع بيضات، ورشة فانيليا، وهنا معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار كاكاو. يلا نبدأ بسم الله. هنا انا حطيت كوباية من السكر البودر، ادي تاني كوباية من السكر البودر. بعد كده هبتدي احط الاربع كوبايات من السمنة. السمنة هتكون بدرجة حرارة الغرفة. ادي واحد، بسم الله. ادي اتنين، ادي كده تلاتة، وادي كده الرابعة. بعد كده هجيب البيض، احط الاربع بيضات. ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. وهبتدي انزل بالفانيليا. ادي كده الفانيليا. هبتدي بقى اقلب بسم الله كده بايدي، اقلب كويس كده البيض مع السكر البودر مع السمنة، واقلب جامد عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. كده انا قلبت كويس جدا كله مع بعضه كده اهوت، اهو مفيش اي تكتلات. بعد كده هبتدي انزل على الدقيق. هنا انا كنت حاطه رشه ملح على الدقيق، وهحط دلوقتي المبودر. هبتدي انزل كده بالراحه واحده واحده. هبتدي احط اهيت رشه المبودر اهي صغيره جدا. هبتدي اقلب وانزل الباقي. كده العجينه اهيت لمت معايا، بسم الله ما شاء الله عليها، جميله جدا، حلوه جدا. هبتدي بقى ان انا اقسمها. هنا انا قسمتها جزئين. هبتدي بقى اجيب معلقتين من الكاكاو الخام، معلقتين كبار كده حلوين، وهبتدي ان انا بقى اعجن. ادخل هنا كلها تاني، اعجنها في بعض. كده العجينه بقت جاهزه معايا. هبتدي بقى اجيب الصواني بتاعتي وابتدي ان انا اشكلها. هنا بصوا قمع عادي جدا، هو ده اللي انا بشكل بيه، ولا كيس حلواني ولا اي حاجه خالص. هو ده بصراحه اللي انا بشكل بيه، بيريحني وبيديني منظر حلو للورده كده. بصوا اهو، وبيبقى سهل معايا ازاي. اهي كده. اهي
كده انا نزلتها كلها. هبتدي بقى ان انا احط خرزايه في النص كده تديها منظر كده، شكل تبين منظر الورده كده، واضغط ضغطه بسيطه. طبعا انا محضره الفرن على درجه 180. هبتدي ان انا احطها على الرف كده. هي ما بتاخدش سوا خالص البيتي فور دوت، يعني ايه سواه بيكون على نار هاديه. وانا هسويه وهوريكم في الاخر هيبقى عامل ازاي. بصوا حبايبي كده انا سويته على درجه حراره 180 زي ما قلت لكم. دخلته على نار هاديه، بحمره من تحت اهو زي ما انتم شايفين، وبعد كده بولع عليه الشوايه من فوق، بياخد وش بسيط جدا، وبعد كده بطلعه من الفرن. دي اول خطوه بعد التسويه. بعد ما سويته بصوا كده بالشكل دوت اهو، يعني طالع بسم الله ما شاء الله عليه. كل اللي انا عملته في الخطوه دي ان جبت اي نوع مربى، وبدات ان انا الزق كل اتنين في بعض بالشكل دوت. وهبتدي ان انا بقى ازين في الاخر خالص. بقى عندك بقى انت حريه الاختيار. انا هنا اهوت جايبه شوكولاته فرماسيه، جايبه سكر ملون، ده لقيته جديد عند بتاع الحلويات، حلو قوي وشكله حلو يعني يفتح النفس كده والولاد يفرحوا بيه. هنا سوداني، وهنا جوز هند، وهنا ربع كيلو شوكولاته خام. هنبدأ بقى نعمل الجناش بتاع الشوكولاتة. انا عايزة اسيح الشوكولاتة وهوريكم السر اللي انا قلتلكوا عليه بتاع المحلات. حاجة حلوة جدا بصراحة وهتريحك وجميلة جدا، مفيش بقى حاجة هتسيح تاني، شوكولاتة هتسيح منك خالص. تعالوا معايا يلا عند البوتاجاز هنسيح صوص الشوكولاتة واوريكم هيتعمل ازاي. بصوا حبايبي هنا انا جبت ميه زي ما انتم شايفين، ميه مغليه. بعد ما غليتها هبتدي ان انا احط طبق عليها كده، عشان انا عايزه اعمل الشوكولاته على حمام بخار عشان تقدر تسيح. ببتدي اجيب معلقه سمنه او زبده او اي حاجه متوفره عندك كده، وهبتدي اجيب الشوكولاته بتاعتي اهي، ابتدي ان انا انزلها في قلب الطبق. بصوا حبايبي كده انا حطيت الشوكولاته كلها، بتبتدي تسيح بكل سهوله اهي على حمام البخار الهادي جدا عشان ما تتحرقش معايا. هسيحها كلها. بصوا حبايبي كده انا سيحت الشوكولاته كلها زي ما انتم شايفين اهي، بقت معايا كده بكل سهوله. هبتدي انزلها بقى على جنب عشان اوريكم الاضافه اللي انا قلت لكم عليها. بصوا حبايبي كده اهوت الشوكولاته ساحت وبقت جميله جدا معانا. الاضافه اللي كنت قايله لكم عليها بقى اللي سر من اسرار المحلات، اللي هي هتخلي معاكي الشوكولاته بتلمع، ولو خليتي اي حاجه بره مثلا بيتي فور زينتي بيها كيكه او تورته ما تسحش معاكي خالص. هو دوت اللي انا كنت بقول عليه. ده شمع حلواني بيتجاب من عند مستلزمات الحلويات، ورخيص على فكره الحته ديت والحته دي كمان، لان انا مش هاخد دي كلها، انا بشيله عندي. الحته دي ودي كانت ب5 جنيه، فرخيص جدا. ده بقى انا اخداه من محل حلواني من صنايعي، يعني من قلب يعني جايبه لكم الحاجه من قلب المحل ذات نفسه. يعني هو قال لي السر بتاعنا، لان انا كان عندي مشكله ان دايما كل ما ازين حاجه بالشوكولاته بتسيح معايا بصراحه، يعني بتبقى حاجه بتضايقني بصراحه. فهو قال لي ربنا يبارك له يا رب على السر دوت، هو ده اللي بيعملوه. بعد ما انا سيحته كده اهوت هبتدي اجيب قطعه، يعني ديت الربع كيلو انا حطيت عليها حوالي يعني كام حته كده من الشمع، مش ياما. هبتدي ان انا اسيحه على النار برضو وهوريكم هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا حبايبي الشمع زي ما انتم شايفين اهو بيسيح بمنتهى السهوله. هبتدي اسيحه كله كده، وبعد ما يسيح كله كده كله ساح بالمنظر دوت، هبتدي اجيب الشوكولاته بتاعتي بقى واحطه عليه واقلب. بصوا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم، جبت الشوكولاته بتاعتي وبدات ان انا انزل الشمع كده زي ما انتم شايفين حبه حبه. هبتدي اقلب كده اهو. بصوا بقى اللمعه اللي انتوا هتشوفوها هيديها لها في ساعتها عامله ازاي. بصوا حبايبي كده اهوت بقى منظرها.
ابتدي بقى ان انا ايه ازين اهو. سقط كده واحده في الشوكولاته، وانا جبت هنا ورقه زبده اهي عشان احط عليها. بصوا الجمال بقى، وعايزه اوريكم قد ايه هي هتمسك بمنتهى السهوله. هنا مثلا انا هحط في الشوكولاته، بحط هنا مثلا في جوز الهند كده، كده اجيب واحده تانية. لا انا عايزه اجيب بس ايه اوريكم منظر الشوكولاته بتمسك فيها ازاي. بعد كام دقيقه بتلاقي المنظر مسك جدا. هنا مثلا انا هجيب السكر ده، واحده السكر بصوا. جيبوا كده الكاميرا، جيبي كده الكاميرا عليها عشان توريهم. بصوا يا جماعه نشفت في ساعتها ازاي. ده بالسوداني. مثلا هنا السكر الفضي ده، ان شاء الله باذن الله هتعملوا احلى بيتيفور. وزي ما انتم شايفين انا ما استخدمتش لا مكنه ولا حتى قمع، استخدمت القمع العادي جدا، ما استخدمتش مكنه بيتيفور ولا حاجه عشان اسهل عليكي. بصوا انا هزين كله وهرجع لكم تاني ان شاء الله اوريكم الشكل النهائي. بصوا بقى حبايبي كده بعد ما زينت كله هتعملي احلى بيتيفور بايدك، ناعم جدا وجميل جدا. وبصوا بقى الشوكولاته اللي انا قلت لكم عليها، بصوا التكايه بتاعت المحلات، بصي خلت الشوكولاته بتلمع واستحاله بقى انها تسيح معاكي خالص. دي ولا مكنه ولا اي حاجه خالص، عملناها على ايدينا، وان شاء الله هتفرحي بيه كل اللي حواليكي وهيتبسطوا بطعمه. وبالهنا والشفا ليكوا يا حبايبي، عشان انتوا اجمل متابعين واحلى اخوات. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.